ما تحل عن سمايا يا اخي، انت ما فيش وراك غيري ولا ايه؟ انا كرهت الصباح والمساء عشانك. انا فعلا ما عادش ورايا حاجه غير المطبخ. طبعا لو شفت كل المواعين دي هتقولي معقوله ده يوم واحد؟ ده اكيد بقاله كذا يوم. لا وكمان ما فيش غير انا وجوزي وولادي الاثنين، فبحس بجد ان في حد تاني عايش معانا لما المطبخ بيتكركب بالسرعه دي. عملت لي بقى كوبايه شاي بلبن وخليت المطبخ زي الفل. هبدا اول حاجه بالليد ولزقته معاكم عشان اوريكم بس طريقه حلوه قوي قوي هتثبت معاك الليد على طول. انا جربته في جزء اللي هو البسيط ده، وعايزه اقول لكم ان هو ده بقاله اسبوعين حرفيا ما اتحركش من مكانه، عشان كده عملته معاكم. بس اهم حاجه لازم تكوني لابسه جلافز في ايدك، والاحسن الشفاف، يعني بلاش اللي انا كنت لابساه ده، وبعيدي طبعا عينك وانت بترشي. بصي بقى ده ثابت معاكي على طول ومستحيل بقى ان هو يتفك تاني. ولو في اي اكل موجود على الرخامه برده شيليه، عشان وانت بترشي الرش ده ممكن ينزل او يتعرض للاكل. الصراحه انا بحاول ان انا ابسط لكم الفيديو، بس الجزء ده كان مش سهل خالص بالنسبه لي وانا بركب الليد. بس انا بقى غسلته غسله حلوه كده، وفضيت طبعا كل الحاجه اللي عليه الاول وغسلته، وطلعت بقى ربعت كده على الرخامه وعملت كل الليد ده. لا بس الاختراع ده طلع حلو جدا وفعلا بيثبت الليد جدا، يعني ده احسن حاجه ممكن تستخدميها. انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا كنت هعمل ليد تحت المطبخ كله، وكنت هفك المطبخ وكانت هتبقى ليله طويله قوي. فالحمد لله ان فعلا ان انا يعني عرفت السبراي ده او فعلا شفته. لا بجد حلو جدا. هظبط بقى الكوفي كورنر واحطه مكانه. وعايزه اقول لكم بقى ده الجزء بتاعي المفضل، يعني انا 24 ساعه بشرب حاجه، يعني انا ما اعرفش ابدا استغنى عن اولا الشاي بلبن بتاعي، فده جزئي المفضل بقى. مش هضحك عليكم، انا بجد بعد الغسله او التنظيفه اللي انا عملتها للمطبخ دي قلت مستحيل اسيب المطبخ تاني يوصل للمرحله دي. لا تعبت جدا، انا فضلت لحد تاني يوم نايمه في السرير وتعبانه، وانا فعلا تعبت جدا في المطبخ. انتوا هتشوفوا دلوقتي انا عملت ايه. انا روقت حاجات اصلا ما كنتش بروقها، وغسلت حاجات ما كنتش بغسلها، وده اللي شجعني وعلمني الادب ان انا بعد كده ما اسيبش المطبخ ابدا يوصل للمرحله دي. ما احسش بقى يا بنات ان انا نظفت فعلا المطبخ وبالذات الرخامه الا لما بمسك الليفه كده وادعكها دعكه حلوه. شغل بقى الفوطه وان انا امسح كده من بره ما بحبوش بصراحه. بعد ما بخلص بقى خالص بجيب الفوطه كده، بس لو هشيل شويه صابون كده موجودين وخلاص. وبعد برده ما بخلص بالفوطه بجيب بقى بخاخه، بس انا ما ظهرتهاش المره دي. انا طبعا على طول بعمل بيها في كل الفيديوهات وسالتوني عليها. البخاخه دي بتبقى عباره عن معطر بشويه ميه، ودي بقى على طول بمسح بيها برده الرخامه، بتخلي لي ريحه المطبخ زي الفل. الصراحه برده انا ما اعرفش ازاي كنت بقول على غساله الاطباق ملهاش لازمه. ده ملهاش لازمه ازاي؟ ده انا اللي ماليش لازمه في البيت وفي المطبخ كله. بجد الغساله حرفيا ايدي ورجلي في المطبخ، ما بقدرش استغنى عنها، وتعتبر اصلا هي اللي لمت لي كل المواعين اللي انتوا شايفينها. همسك بقى الحوض هغسله غسله حلوه قوي عشان احط فيه كل الكوبايات، ولازم بعد ما بغسل الحوض احط شويه كلور. وعارفه ان في ناس كتير اعترضت على الموضوع ده وبتقول لي ان كده انت بتطفي الاستانلس، بس انا ما بحسش فعلا ان الحوض نضف او لمع كده او اتعقم الا بشويه الكلور. وعشان ناس كتير بتقول لي برده هو انت